خوتي السلام عليكم، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ بخير؟ صحيحه لاباس. اليوم انا دخلت لموقع التواصل الاجتماعي ولقيت واحد الفيديو حطاه واحد الجزائريه. احتراماتي للاخوان الجزائريين الاحرار، انا كنشكرك الاخت وبارطاجيت الفيديو ديالك، وزاد الاحترام ليكم الاحرار اللي هما قلبهم على المغرب وقلبهم على المغاربه. وكنشكرك بزاف على الدفاع وعلى النفس اللي جاتك على سعد المجرد وعلى الشهامه وعلى الكلام اللي قلتي في حقه. كنشكرك بزاف، وهذه ماشي غريبه في الجزائريين الاحرار. كنشكرك بزاف ان دافعتي على داك السيد. حنا ما غنقولوش بريء ولا غنقولوا مدان، الله اللي كيعلم بالغيب. حنا ما نقولوا حتى شي حاجه، كنتمناو الله اللي غادي يطلق السراح، ولا كان بريء كنتمناو له ان شاء الله يخرج على خير وبخير ويرجع لميمتو من الاعتقال. حنا ضرينا ودرنا قلبنا ان كما كان الحال راه من الشعب المغرب، وكنتمناو سيدنا يتدخل ان وليداتو هذوك المغاربه كيتسموا وليداتو ما غاديش يدوزهم. وكنتمناو السياسه تبقى بلاصتها والشعب المغربي يبقى بلاصتو، ما يأديش الثمن في السياسه. والسياسه يعني معنيه بالحكومه، معنيه بالدوله. ما يمكنش واحد من ولاد الشعب يأدي ثمن ديال السياسه ويأدي ثمن ديال الخيانه ديال الناس اللي هما حفروا وداروا له مكيده اللي جعلوه غادي يدوز سنين د الحبس. راه قاصحه عليه، وحنايا مع الله اعلم واش بريء او مدان. حنا كنتمناو الحكومه الفرنسيه ما تتدخلش السياسه مع الشعب ولاد المغرب. حنايا كما كان الحال، حنا شعب مغربي، ما نبغيوش شي واحد من الشعب المغربي يتأذى. ان لا تأذى واحد من الشعب المغرب راه كيتأذى المغرب كامل. وكنتمنى والله يطلق ربي السراح ديالو. والاخت الجزائريه، حنا ما عندناش شك، حنا دائما كنقولوا حنا خاوه خاوه، ودائما غادي نبقاو خاوه، دائما غادي نبقاو خاوه. وكنشكرك بزاف على الدفاع وعلى النفس اللي جاتك على سعد المجرد، وهذه ما عندناش شك فيها. وكنتمنى ان شاء الله ربي يطرح بزول طرح ما بين الدوله الجزائريه والدوله المغربيه، والسياسه تبقى بلاصتها. وحنا غادي نبقاو دائما خوت، ان كتربطنا الاخوه، كتربطنا النسب، وكيربطنا الدم الاسلام، وكتربطنا بزاف التوراث بيننا وبين الجزائر. ولكن الحكومه الجزائريه الله يهديها اللي كدير لنا المشاكل، ودايره كتخلط السياسه في الرياضه، تخلط السياسه مع الشعب، تخلط السياسه في اي حاجه. وحنا كنتمناو هاد الناس الله يهديهم، وكنتمناو الشعب الجزائري يكون واعي وما يبقاوش يديروا الفتن بعد منهم الابواق الكبرانات اللي هما كيبقاو يهضروا. وحنا اللي جاوبنا راه حنا ما كنعايروش الاخوان الجزائريين، كنهينوا اللي كيهين الدوله ديالنا. حنايا ماشي يهود كيردونا، يهود ردونا، اسرائيل ردونا، عندنا الدعاره وردوا بزاف ديال الحوايج اللي هما ردوها فينا. وحنا ما ذنبنا حتى شي حاجه. حنا الشعب المغربي، حنا كنبغيو الشعب الجزائري اللي هما احرار، اللي تيبغيونا وكيكنوا لينا المحبه والاحترام. حتى حنا كنحترموكم وكنقدروكم. ولكن الله يهدي الحكومه الجزائريه، الله يهديها. حنا ما بغيناش هاد الفساد، ماشي من مصلحه الجزائر، ماشي من مصلحه المغرب. ان لا دخلنا للحرب غادي تولي الشعب اللي كيأدي الثمن، والشعب اللي غادي يضيع، والشعب اللي غادي يكون ضحيه في الحروب. حنا بغينا نكونوا يد وحده، بغينا المغرب العربي كله يكون يد وحده. ان لا اتحد المغرب العربي راه غادي تكون يد قويه، غنكونوا قويين امام الدول الاوروبيه. ما نخليوش فرنسا تدير لنا الفتن وتدخل لنا المشاكل في الدول ديالنا. والله يهدينا على بعضياتنا. واحتراماتي الجزائريين الاحرار، وحنا ديما خاوه خاوه. ولحد الان انا تنقول الاخت الجزائريه كنقدر الدفاع ديالك، وكنشكرك بزاف باسمي واسم الشعب المغربي كامل. وكنتمناو سيدنا يتدخل ويدير المجهود على سعد المجرد كما كان الحال. راه وليداته اي مغربي من المغاربه كيتأذى، راه كيتأذى من وليداته. وحنا عندنا ثقه تامه في ملكنا
والله ينصرو والله يشافيه والله يقعدو سادو، وكنتمناو الشفاء العاجل، والله ينصرو على اعدائه، وكنتمناو ان شاء الله الدوله ديالنا ديما تبقى محميه، والله ينجينا من المشاكل والحرب. نتمناو الله يحمينا من الحرب، ما بغينا حروب، ما بغينا مشاكل، وتبقى دولتنا دائما في السلم، وتبقى دولتنا دائما تستقبل السياح وتستقبل دول أوروبوية ودول العرب دائما. إن دولتنا دولة الكرم ودولة الضيافة، وكنتمنى والله يكون لنا فيها خير إن شاء الله. الله يجعل سيدنا ربي يوقف مع سيدنا ويطول عمره. عاش الملك، عاش الملك، واحتراماتي للحكومة المغربية.